بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الحمد لله رب العالمين. اليوم الخميس 20/6/2024 جاءت إلينا استغاثة من أحد المواطنين بمدينة سيد غازي، المواطن عاشور سيد أحمد، بيستغيث بأن هناك ماسورة بها قطع والمياه مقطوعة منذ أسبوع على منازلهم، وتمت مناشدة السادة المسؤولين وعلى رأسهم السادة المحترمين مكتب اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وسيادة اللواء حسن مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي. وفور الاستغاثة مباشرة تحرك الأستاذ إبراهيم ندى ابن مدينة سيد غازي ومعه رجال شركة مياه الشرب والصرف الصحي لحل المشكلة اللي تم رفعها اليوم على كاميرا سيد غازي استغاثة منذ أسبوع، والآن من باب إنساب الفضل لأهله، وأيضا طالما رفعنا استغاثة لأحد المواطنين وتمت الاستجابة مباشرة من المسؤولين، وجب علينا أننا نرفع الإيجابية وننشر الاستجابة وأي شيء إيجابي يتم عرضه. أمام حضراتكم الآن يتم حل المشكلة اللي تم رفعها على صفحة كاميرا سيد غازي من السادة مسؤولي شركة المياه والصرف الصحي بمدينة سيد غازي. احنا النهاردة على طريق الغابات أم جعفر التابع لشبكة ومحطة مياه أم جعفر، وكان طبعا مع بعض التعليقات الدكتور محمد الفي نائب مجلس مدينة سيد غازي، وكان يعتقد أو يظن أن هذه المشكلة خارج نطاق مدينة سيد غازي، إلا أن هذه المشكلة في نطاق مدينة سيد غازي. الآن يتم حل المشكلة اهوت أمام أعينكم وأمام السادة المسؤولين مباشرة، وبشكر بمتابعة 420 ألف متابع ومشاهدات 16 مليون على مدار الشهر. ليه بذكر الأرقام دي؟ لأن احنا بنتمتع بمصداقية. طالما تم عرض السلبية وجب علينا مباشرة عرض الإيجابية في حين حلها. يتم الآن حل مشكلة الصرف ماسورة المياه، حضراتكم اهيت أمام أعينكم، وبتقدم طبعا بالشكر للأستاذ إبراهيم ندى للاستجابة السريعة والتحرك، ومعاه رجال شركة المياه والصرف الصحي، ومعانا المواطن عاشور سيد أحمد اللي كان رافع لاستغاثة معانا. الحمد لله رب العالمين. كان مكان هايل اهو زي ما حضراتكم شايفين، وهذا طريق أم جعفر اللي موصل لمدينة سيد غازي. تم الاستغاثة في أكثر من فيديو لعملية قطع الماسورة، والآن يتم الحل أمام أعين الجميع. طبعا المنطقة دي تابعة لمدينة سيد غازي بالنسبة لمياه الشرب. وطبعا أنا برضو حابب أن أنا أعطي لكل حق حقه. كان الناس ديت اللي حضراتكم شايفينها كانوا في أكتر من مشكلة أيضا في عملية المياه، لأن المشكلة مش متوقفة على الماسورة اللي أمام أعينكم، في كان أكتر من مشكلة امبارح. حتى السيد المهندس جمال يونس رئيس مجلس مدينة سيد غازي امبارح أرسل لي بعض الصور في أثناء عملهم لحل بعض مشكلات مياه الشرب، ودي بيتهيألي المشكلة الثانية أو الثالثة اللي شركة المياه جاية تصلحها النهاردة. يعني الله يكون في العون، الناس جاية من مشكلة لمشكلة، يعني هم ما كانوش متواطئين أو متكاسلين على حل المشكلة، إلا أنهم هم بياخدوا الحاجة السريعة الخفيفة السهلة. يعني في مكانين فيهم مشكلتين، المشكلة اللي فيها مفحورة اللي بيتم عملها بسرعة طبعا بيستجيبوا ليها وبيتحركوا. الأستاذ محمد أبو عمر، ربنا يبارك فيك يا أستاذ محمد. دي المشكلة دي كان يعوقها الحفر، تم حفرها مباشرة وتم تركيب الوصلات والجلب زي ما حضراتكم شايفين اهوت. عايز استقبلك كده عشان انت اللي رفعت الاستغاثة مرتين وثلاثة، المواطن عاشور سيد احمد. طبعا لو في سلبية احنا بنعرضها. طيب لو السلبية تم علاجها وحلها
وجب علينا ان احنا نقول يا جماعه انا كان في حاجه مقصره، ولما استغثت او رفعت او اتكلمت او اتصلت الناس جت واشتغلت. فده حق. خلصوا شغلهم وكتر الف خير. الاستاذ ابراهيم ندى اللي كان اسمه انت ذكرته في الاستغاثه الاولى والثانيه والثالثه، تواصلت معاه هاتفيا وتواصل معايا هاتفيا منذ الظهر، وكان في مشكله عند السجروه وكانوا بيحلوها برضه، وجم من هناك مباشره على هذا المكان عشان يحلوا المشكله بتاعتك القائمه اللي انا شايفها. وشايف الارض هايله هنا، وفي فحر تم اهوت، وفي تركيب مواسير وجن. انت عايز تقول ايه بقى للناس ديت؟ يعني بشكر حضرتك الاول الاستاذ عصام، وبشكر الاستاذ ابراهيم ندى والرجال الاعمال اللي معاه اللي هم جمعوا منا الميه عشان نشرب. تمام. والسكه بدل ما تهيل الحمد لله اللي احنا لحقناها قبل ما تكتب الموضوع يوم. تمام. طيب الناس استجابت؟ انت رفعت شكوى امبارح، كانت الناس عندها اكتر من مشكله، يعني الخط ده فيه كان اكتر من مشكله. حلوا مشكله واثنين وجوم الثالثه هنا. كتر خير. طيب في حاجه ثانيه في الخط ده؟ لا خلاص كده خلاص كده مشكلتك انتهت. خلاص باذن الله. طيب احنا بنستاذنك برضو ان احنا هنحذف اي فيديو في عرض المشكله بتاعتك طالما ان الاستجابه تم حلها مباشره. خلاص ماشي. تمام. ماشي يا استاذ. احنا استاذنا الاستاذ عاشور بمسح كل الفيديوهات اللي فيها عرض المشكله طالما ان المشكله تم حلها. بتقدم بالشكر للساده مكتب محافظ كفر الشيخ، اللواء حسن مدير شركه الميه. بتقدم ايضا بالساده الصحفيين اللي تواصلوا معي على الخاص، وبتقدم بالشكر للاستاذ ابراهيم ندى على سرعه الاستجابه، وان هذا الرجل لم يتوانى عن الاستجابه، كان في ايده شغل واثنين وثلاثه، خلص الاسهل زي ما شرحت لحضراتكم. في مكان فيه مشكله فيه حفر، وفي مكان محفور جاهز، فبالتالي ان انا بروح للاسهل عشان اقلل عدد المشكلات المعروضه امام حضراتكم. حل المشكله بالصوت والصوره من ام جعفر اللي حضراتكم متابعينا فيها الدخله على مدينه سيدي غازي. وطبعا حابب ان انا اوجه الشكر لكل الناس اللي تواصلوا معايا على الخاص. الاستاذ عاشور قدم الشكر للاستاذ ابراهيم، وهيتم مسح اي فيديو فيه عرض المشكله. وانا حابب الاستاذ ابراهيم، انا عايزك بس دقيقه تشرح للناس كيفيه التعامل بتاعتك مع مشاكل الميه، لان بعض الناس ممكن تفكر ان انتم متكاسلين عن الحل. استاذنك بس تشرح للناس ازاي. هات ايدك. اولا حضرتك مشكور جدا. تمام. احنا طبعا كنا طالعين من ازمه عيد، كانت فيها الميه ازمه معانا في كل مكان. تمام. وكنا بنحاول ان احنا نوصل لاقرب يعني لو في كذا مشكله معانا. ايوه انا عايز اشرح دي لسبب واحد. كذا مشكله ان بيظهرونا في وقت واحد. تمام. فكنا بنشوف اسهل حاجه يعني اللي ما تكونش صعب علينا كتير نروح نحلها الاول، وبعد كده نبتدي احنا ناخد مرحله. تمام. بس كان الاستاذ عاشور طبعا زي ما انت شايف كان مستعجل وكان على طول ضاغط علينا، بس احنا والله كنا في ايدينا شغل الصبح. تمام. رحنا تاني عند السجاره وبعد الظهر. تمام. زي ما انت شايف حضرتك هنا اهو. تمام. وان شاء الله لو في اي مكان، هي الناس صوت وصوره شغاله، في اي مكان في اي مشكله تخص منطقه مياه سيدي غازي معانا المهندس محمود ما بيتاخرش عنه في اي مكان، كان ميرا كان خدميه ان كان هنا في سيدي غازي بنواحيها كلها. تمام. وبشكرك جدا. انا في 4 مشاكل يتعارضوا على حضرتك، انت بتاخد الاسهل المحفور عشان تخلص مشكله اسرع باسرع. عشان دي اللي انا عايزك توصلها للناس. دي ما بتاخدش مني وقت كتير، لكن ديت بسيبها للاخر عشان عارف ان وقتها هياخد اطول. تمام. مش بكون حليت واحده واثنين تانيين. تمام. فباجي هنا طبعا عشان ديت بتاخد مني، يعني انا هنا بالظبط الساعه 2. تمام. على ما حفرت وعلى ما انت شايف حضرتك. تمام. الفكره من وجهه نظرك ان انا عايز اوصل للناس انها تواصلت مع الاستاذ ابراهيم ندى وتاخر عليهم في الاستجابه، ده دليل ان في مشكله ثانيه بيحلها. أيوة. بس المشكله الاسهل كانت المشكله الاسهل معايا ان انا ما بتاخدش مني وقت بسرعه يعني. تمام. مشكله هنا وكذا مشكله في كذا مكان يعني. تمام. والحمد لله تم التعامل مع الكل زي ما انت شايف حضرتك. بتقدم بالشكر لحضرتك للاستجابه، وبتقدم للناس اللي معاك الاستاذ مراد والاستاذ مصطفى على مجهودهم وسرعه اتيانهم، وتم حل المشكله ان شاء الله رب العالمين. استاذ عاشور كلمه اخيره للناس اللي هي تعبت معانا من الساعه 2 عشان يحلوا المشكله. انا بشكر الناس وبشكر الاستاذ ابراهيم وبشكر شركه الميه كلها بتاع سيدي غازي اللي هم جم عملوا الميه، كتر الف خير. ولا معاهم حفار والعمال شغالين فحرهم بالكوريك والفاس. تمام. ولا حفار ولا حاجه، وكتر الف خير. تمام. شكرا اعزائي المشاهدين في كل مكان. بنتقدم بالشكر لشركه المياه، بنتقدم بالشكر للمهندس محمود مدير فرع سيدي غازي، بتقدم بالشكر
لمكتب السيد المحافظ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ. بتقدم بالشكر للواء حسن مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي. تم رفع الاستغاثة مباشرة على كاميرا سيدي غازي وتم الاستجابة في نفس اليوم. بتقدم بالشكر أيضا لكل المتابعين اللي وضعوا ثقتهم على كاهل إدارة صفحة كاميرا سيدي غازي. أشكركم على حسن متابعتكم، وعلى العهد قادمين، وعلى العهد إن شاء الله رب العالمين سائرون بالحلول المباشرة لأي مشكلة في مدينة سيدي غازي على قدر استطاعتنا وعلى قدر جهدنا، لا نتأخر على أحد. شكرا لكل السادة المتابعين معنا، شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.